هدف كل مباراتين. ارقام كاموش مهاجم النادي الاهلي الجديد. حسم مسؤولي النادي الاهلي التعاقد مع المهاجم الانجولي كاموش لاعب نادي ترومسو النرويجي لتدعيم الخط الامامي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. واتم النادي الاهلي اجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عام على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر مقابل 500 الف دولار مع بند احقية الشراء بقيمة 1,100,000 الف دولار. وتأتي الصفقة لتعويض رحيل جراديشار الى الدوري المجري على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم. وجاء تفضيل كاموش بعد ارقام مميزة حققها الموسم الماضي مما دفع إدارة النادي الأهلي للاستقرار عليه من بين عدد من المرشحين الآخرين المطروحين على طاولة التعاقدات. وخلال الموسم الماضي شارك كاموش في 29 مباراة، ساهم في 24 هدف، سجل 17 هدف وصنع 7 أهداف. كاموش مهاجم النادي الأهلي صاحب ال 26 عام ولد في العاصمة الأنجولية لواندا، وبدأ مشواره الكروي مبكرا في البرتغال عبر قطاعات الناشئين بسبورتنج لشبونة. وهذا التألق انعكس بشكل إيجابي كبير على قيمته التسويقية التي ارتفعت إلى 1,500,000 يورو، هو أعلى رقم في مسيرته الاحترافية حتى الآن. وكان كاموش قد انضم إلى ترومسو في فبراير من العام الماضي مقابل 250 ألف يورو بعد انتقالات سابقة تمت دون مقابل. ورغم مشاركته في مباراة وحيدة بالموسم الحالي دون تسجيل أهداف، فإن تألقه اللافت في الموسم الماضي واحتلاله المركز السادس في ترتيب هداف الدوري النرويجي برصيد 13 هدف وضعه ضمن دائرة اهتمامات الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي. قل لي رأيك في كاموش مهاجم النادي الأهلي الجديد، وهل سيكون قادر على تعويض رحيل وسام أبو علي بعدما فشل كل المهاجمين في تعويض رحيل وسام ابو علي؟ وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.